السلام عليكم ورحمة الله، حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. انا ماما نونا، والنهاردة هحكي لكم حكاية جديدة. يا اصحابي، كنت قاعدة انا وادم ورؤى، وحطت لهم الاكل علشان ياكلوا، وراحت رؤى قالت لي: يا ماما يا ماما، انت مش تاكلي معانا؟ قلت لها لا. ادم قال لي: ليه يا ماما؟ رحت قلت لهم: علشان ان انا صايمه النهارده يوم عاشوراء. قالوا لي: ايه يوم عاشوراء ده؟ قلت لهم: لا، ده ليه حكايه، تعال احكيها لكم مع اصحابكم. يلا يا حبايبي نسمع مع بعضينا الحكايه. كان يا مكان يا سعد يا إكرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. في يوم من الأيام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دخل المدينة، وعرف إن اليهود صايمين. راح وسألهم: انتوا ليه صايمين النهاردة؟ قالوا له: علشان النهاردة اليوم اللي نجى فيه سيدنا موسى من جبروت فرعون، وأغرق فيه فرعون وجنوده، وأنقذ سيدنا موسى واللي كانوا معاه، فعلشان كده احنا بنصوم اليوم ده. راح الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: نحن أولى بموسى منكم، يعني انتوا بتصوموا اليوم ده علشان نجاة سيدنا موسى؟ لا، ده رسولنا احنا كمان، وعلشان كده احنا كمان هنصوموه. والرسول صلى الله عليه وسلم خلاه فرض ساعتها على المسلمين، وكان علشان يخالف اليوم ده مع اليهود خلاه ان احنا نصوم قبليه يوم، يعني يوم تسوعاء وناخد معاه عاشوراء، أو نصوم عاشوراء وناخد معاه اليوم ال11 علشان خاطر نخالف الإيه؟ نخالف اليهود. طب إيه اللي حصل لسيدنا موسى؟ ومين فرعون ده؟ فرعون ده كان ملك ظالم جدا، وكان متجبر جدا، وعمل حاجات كتيرة جدا في الناس، وكان بيقول إن أنا الإله ومفيش إله غيري. بعد كده سيدنا موسى يا أحبابي راح علشان خاطر يدعوه إن هو يعبد ربنا سبحانه وتعالى، لكن هو رفض. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى إن هو يخرج من مصر. فلما خرج يا أحبابي من مصر، عرف فرعون وجنوده إن موسى وقومه خرجوا من مصر، فراح علشان خاطر يقتلهم كلهم عشان هو طبعا ظالم. فراح سيدنا موسى وقف هو وقومه، وشافوا إن البحر قدامهم وفرعون وجنوده من وراهم، يعني كده كده لا هيغرقوا في المية، لا إيه، لا فرعون وجنوده هيقتلهم بحالهم كلهم. لكن سيدنا موسى عارف إن ربنا سبحانه وتعالى هينقذهم، ومش هيخلي فرعون يقضي عليهم، علشان هم أطاعوا أوامر ربنا سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى إن العصا اللي كانت في إيديه يمسكها كده ويحطها فين؟ يحطها في البحر. فلما وضعها سيدنا موسى في البحر انشق البحر لجزئين، وبقت الحتة اللي في النص دي يا أحبابي مفيهاش ماء. وعدى سيدنا موسى وقومه وراح عشان خاطر فرعون يعدي وراه هو وجنوده. ربنا سبحانه وتعالى أمر الماء تاني إن هي ترجع زي ما كانت، وغرقت فرعون وجنوده، وأنقذت سيدنا موسى ومن معه. علشان كده يا أصحابي إحنا بنصوم يوم عاشوراء، وليه فضل كبير جدا جدا. يعني اللي بيصوم عاشوراء ربنا سبحانه وتعالى بيغفر له ذنوبه كلها لمدة سنة فاتت. يعني أنا عملت ذنوب السنة اللي فاتت وجيت صمت يوم عاشوراء ده، ربنا سبحانه وتعالى هيغفر لي كل ذنوبي اللي أنا عملتها. وتوتة توتة خلصت الحدوتة، تصبحوا على خير يا حبايب ماما نونا.